شيكابالا مع ابراهيم فايق. قبل ما اتكلم كده بس على شيكابالا مع ابراهيم فايق، هو الواحد بيقعد ينتقد شيكابالا وبيقعد يجيب له قديم وجديد بس عشان حاجه، عشان انا كواحد يعني من جيل القديم شويه كده، يعني مش شويه صغيره يعني. فالواحد عارف شيكابالا من ساعه اول ماتش لعبه، مرورا بقى ايه وهو عيل صغير بمراهقته بالمشاكل بحاجات كتير قوي. فانت عاصرت واحد يعني تقريبا ده اطول لاعب لعب في الزمالك في الجيل بتاعنا احنا. يعني كل اللعيبه اللي لعبت من ساعه ما وعيت على الكوره، مثلا من وقعت على الكوره مثلا نقول مثلا في التسعينات مثلا لحد النهارده، فاكتر لعيب شفته لعب في الزمالك مثلا 6 سنين 7 سنين 8 سنين، ده بالكتير قوي قوي. لكن شيكابالا انت واخده مثلا بتاع 20 سنه ولا حاجه، فده اكتر لعيب انت وعيت عليه، فانت فاكر له كل حاجه، كل حاجه فاكرها له. بس ده بتكلم عشان بنتقد بس شيكابالا كتير ليه يعني، لكن نتكلم كشيكابالا اللي طلع مع ابراهيم فايق كلام حلو موزون، ما غلطش في حد، ما غلطش في ابو توكه، ما غلطش في حسين الشحات مع ان حسين الشحات كان بيتريق عليه، ما غلطش فيه. اتكلم على حسين الشحات ان هو هيحل الموضوع بتاعه او اتكلم على بوتوكا باسلوب برده ما فيهوش اهانه ليه، يعني زي هو بيقعد يهين في شيكابالا وفي زيزو وفي عبد الله السعيد وماسك الزمالك بس هو مطلعه المسرح. اتكلم كويس على جماهير الاهلي، اتكلم كويس على الناس كلها، ما غلطش في حد، كلامه كله موزون، مفيش اي مشاكل خالص خالص خالص. انا ما اعرفش الاهلاويه زعلانين ليه من لقاء شيكابالا وطالعين بيشتموا فيه برده تاني، يعني ما الراجل ما اتكلمش فيهم غلط. حتى لما ابراهيم فايق ساله على الحركه بتاعت الساعه لما كان ماتش الكاس، وقال له انا اللي عملتها وكنت رد فعل، دي الحته الوحيده اللي انا انتقد فيها شيكابالا. ليه؟ لان انت كبير وانت اللعيب وانت اللي عليك الاضواء. الجماهير مفيش حد يقول مثلا ايه ده محمد في الجماهير شتم شيكابالا او مش عارف مين شتم شيكابالا، لا، انت اللي متبروز وانت اللي في الصوره وانت الفعل ورد الفعل. فانت لازم تمسك اعصابك، يعني ما ينفعش بالسن ده وتبقى انت رد فعل خلاص، يعني انت ما انت خلاص عديت وكبرت وكل حاجه. فدي الحته الوحيده بس اللي اللي انتقده فيها يعني. لكن غير كده راجل معترف ان هو قدامه سنه ومش هيلعب كوره تاني ومش هيقدر يدي اكتر من كده. دي حاجه حلوه. اتكلم عن الناس كلها باسلوب كويس، اسلوب هادي ما فيهوش عصبيه ما فيهوش قله ادب مع حد. في ناس تانية برضه طلع برضه تنتقد وتقول هو بيتكلم حلو عشان قدام الكاميرا. انا شخصيا لو طلعت في البرنامج مش هتكلم وحش يعني، او اي واحد فيكم لو طلع في التلفزيون مش هيطلع باسلوب وحش، مش هيبين اسوأ ما فيه، ده يحاول يبين احسن ما فيه قدام الكاميرا قدام الناس. ده شيء طبيعي لاي بني ادم، مش هيرضى ان هو يطلع يبين قبحته او يبين الحاجات الوحشه اللي فيه قدام الكاميرا يعني. لكن كشكباله امبارح بكلامه الهادي وبيقول في كباتن كتيره في الفرقه وفتوح احرف واحد موجود في الفرقه والحاجات دي كلها، شيكابالا لا، شيكابالا بيكبر وبينضج. بس الحته الوحيده اللي هتفضل معلقه معاه تقريبا طول حياته هي حته العصبيه مع جماهير الاهلي. بس كده، شكرا.